ازيكم يا اجمل شباب وبنات في الدنيا. بيبدأ فيلم النهارده ببنت بتجري في غابة ضلمة ومليها الخوف وباين عليها التعذيب، وبعد كده بتفقد الوعي وبتصحى تاني يوم بتلاقي نفسها في المستشفى وجنبها راجل شرطي بيطمن على الاحوال، وبنعرف ان هي اسمها يوسون وبتكون ماتت والدتها ووالدها بيشتغل خارج البلاد، وبيبقى في اخبار ان في طلاب في مدرستها بيتنمروا عليها وبيعنفوا بعض كمان، ولكن التقرير ده بيبقى مش اكيد ومفيش اي ادلة. وبيروح الشرطي ليوسون وبيسألها لو كانت فاكرة اي حاجة عن اللي حصل لها، ولكن يوسون ما بتتكلمش وبتدخل عليهم واحدة وبنعرف انها معلمة في مدرسة يوسون وبيبان عليها الخوف عليها، وبتعرف الشرطي انها لسه في حالة من الصدمة وما ينفعش ياخد منها جواب وهي في الحالة دي، وبيستغرب الشرطي من المعلمة انها متأثرة بالطريقة دي رغم ان هي ملهاش علاقة اصلا باللي حصل، وكمان عشان جايبة اولياء الامور معاها. وبتظهر المعلمة ليه مع مدير المدرسة وبيتكلموا عن يوسون وبتعرفوا ان هي ما بتتكلمش بقالها يجي 10 ايام، وكمان وارد تفضل كده بسبب الصدمة، وكمان ما قدمتش شكوى ضدهم. فالمدير بيشكرها وبيعرفها ان كده احسن عشان سمعة المدرسة وكمان عشان الطلاب ما يتأذوش. وفي الوقت ده بتكون يوسون بتحاول تنتحر، ولكن بتدخل عليها سيدة وبتمسك ايدها وبتمنعها من الانتحار، وبتعرفها ان هي تعرفها وبتعرفها ان هي اسمها إلسونغ وبتكون معلمة استشارية، وبتسألها عن نفسها ولكن ما بتتكلمش، فبتعرفها ان هي عارفة هي اسمها ايه وان هي عندها 16 سنة كمان، وبدأت تتخيل اللي حصل ليها وبتبدأ تحكي لها على كل حاجة حصلت معاها، لدرجة ان يوسون بتتكلم وبتطلب منها تخرج من المكان. وتاني يوم يوسون بتستعد عشان تخرج، بتدخل عليها طالبة بتكون زميلتها في المدرسة، وبنعرف ان هي شخصية متنمرة وبتتكلم معاها وبتقول لها ان هي مستغربة ازاي قادرة تستحمل بعد كل اللي حصل لها، وبتهددها انها تسيب المدرسة. وبتكون المعلمة إلسونغ سامعاهم وبتراقب يوسون وبتمشي وراها لحد بيت، وبتعرفها انها لو خايفة هي مستعدة انها تفضل وتساعدها، ولكن يوسون بتسيبها وبتدخل من غير كلام، ولكن بتجري بسرعة وتفتح لها تاني وبتسألها هي ليه بتعمل معاها كده وليه عايزة تساعدها، فبتعرفها انها عارفة انها تحتاجني الفترة اللي جاية دي عشان كده انا موجودة. تخرج يوسون وبتكون وراها اليونغ لحد ما بتوصل لقرية كده وبتلاحظ بنت ماشية قدامها وبتجري وبتنادى عليها وبنلاحظ ان هي عارفاها، وبتمشي وراها اليونغ لانها بتكون قلقانة عليها جدا، وفجأة بتخبط في بنت نسخة طبق الاصل من يوسون وبتفضل بص عليها مستغربة لحد ما بتسمع صوت يوسون وراها وبتستغرب من الشبه اللي بينهم كأنهم شخص واحد، وبتعرفها يوسون ان البنت دي تبقى اختها التوأم يونا، وبتعرفها ان والدتها ما كانتش تعرف انها حامل بعد ما اتطلقت من والدها لحد ما وصلت ل4 سنين سلمتني لوالدي ويونا فضلت معاه، وكنت حزينة بسبب انها ما سابتهاش معاه، ولكن بعد فترة قالت لنفسها ممكن كان من الصعب تربيهم الاتنين مع بعض، وحاولت توصل لها كتير ولكن جات لها اخبار انها مات. وبعد كده بتظهر يونا وهي في سوبر ماركت وشخصيتها بتبقى مختلفة جدا عن اختها يوسون، وبتبقى جريئة لدرجة انها بتسرق اللي هي عايزاه، وبتكون إلسونغ مراقباها وبتروح تتكلم معاها وبتعرفها على اختها وعلى الناس اللي بيتنمروا عليها، ولما بترفض ان هي تساعدها بتهددها بالسرقة، ولو ما ساعدتش اختها هتسلمها للشرطة، وبتاخدها على بيت يوسون وبتنبهر يونا بالبيت لانه بيكون كبير جدا، وبتعرف ان اختها غنية كمان ولكن جبانة، انما هي فقيرة ولكن شجاعة، وبتعرض عليها المعلمة اليونغ ان هي تفضل معاهم وانه يعتبر بيتها هي كمان، وان هي كمان هتفضل عشان خطتها تنجح. وبتعرف يونا الخطة وهي انهم هيبدلوا نفسهم وتروح مكانها المدرسة، ولكن يونا بترفض وبتسيب لهم المكان وبتجري، وبتروح وراها اليونغ وبتعرفها ان هي مش هتفضل كده على طول وانها كده كده هتتنقل من المدرسة، ولكن قبل ما تمشي عايزة كل واحد اذاها يدفع الثمن، ولكن يونا بتعرفها انها مش هتعرض نفسها لامور تافهة زي دي وبتسيبها وتمشي. ولكن قبل ما بترجع لبيتها بتلاقي فيديو اختها اللي بقى منتشر على السوشيال ميديا وهم بيضربوها بعنف جدا وبيضحكوا عليها، وبتتعصب جدا من الفيديو وبتطلع وبتسأل اختها اذا كانت هي اللي بيعملوا فيها كده ولا لا، واول ما يوسون بتشوف الفيديو بتدخل في حالة صرع وبتخاف جدا وبتقرر انها تساعدها وتنتقم منهم، خصوصا البنت اللي كانت ضحكتها باينة في الفيديو. وبتروح المدرسة كأنها يوسون وبتلاحظ عيون البنات اللي في الفصل وهم بيبصوا عليها، ولكن يونا ما بتهتمش، واول ما بيدخلوا شلة المتنمرين بنت بتتكلم معاها وبتعرفها انها حاسة بالحرج من ناحيتها وان هي ما عندهاش كرامة ووجودها ما فيش منه فايدة، وفجأة بتضحك وهنا يونا بتعرف انها نفس البنت اللي كانت بتضحك على اختها، فبتضربها بالقلم، ويونا بتوريها الفيديو بتاعها وهي بتضرب اختها كأنها بتهددها بيه، فبتتعصب البنت وبتبقى عايزة تمسح الفيديو، ولكن يونا بتعرفها انها لو جريئة فعلا تجرب تلمسها، وبتتنمر على ضحكتها وبتضربها بالقلم وبتنزل ضرب فيها وبتسألها هي واخدة الضحكة دي من باباها ولا مامتها، وهي بتصورها فيديو تضحك هي كمان لحد ما بتدخل معلمة ليه وبتاخدهم الاتنين وبتلوم يونا
على اللي عملته. ولكن يونا بتوجه كلامها للبنت المتنمرة وبتقول لها انها اكيد حاسة نفس الاحساس اللي انا حسيته لان ضربتك من شوية، وبتعرفها انها فازت المرة اللي فاتت عليها ولكن المرة دي انا اللي فزت، وبتهددها والبنت بتسيبها وتمشي. ولما يونا بتبقى عايزة تمشي المعلمة بتنادي عليها وبتعاتبها، ولكن يونا بتحذرها انها ما تكلمهاش كده خصوصا انها اول مرة تشوفها، والمعلمة بتبقى مش فاهمة حاجة وبتبقى خايفة من طريقة كلامها وبتهددها ليها. واول ما يونا بترجع البيت بتوري لاختها الفيديو وبتروح اليونغ تعاتبها على اللي عملته، وبتعرفها يونا انها كانت بتستمتع بوقتها مش اكتر، وان هي كده كده موديها هناك عشان كده. فبتعرفها المعلمة ان كل همها انها ما تضرش يوسون، وان اهم حاجة ان هما يعتذروا ليها وبس، وكده يوسون هتتعافى. وبتفكرها انها مجرد بديلة وان يوسون مش هتفضل كده وقت كتير وانها اقوى منها بكتير كمان. وبتتضايق يونا من كلامها وبتسيبها وبتمشي، وهي في طريقها للمدرسة بتقابل نفس البنات المتنمرين وبيبقوا مستغربين من شخصية يوسون الجديدة وما يعرفوش انها اختها التوأم. وبتقابل يونا الشرطي وبيطمن على احوالها، ولكن يونا بتتجاهله وبتسيبه، والشرطي بيبقى مستغرب منها جدا انها اتعافت بالسرعة دي. ولما بترجع البيت يوسون بتستغرب ان يونا جايبة هدوم كتير جدا، فبتعرفها ان النهارده عيد ميلادهم. فبتقعد يوسون تحتفل مع اختها لاول مرة من سنين وبيضحكوا. لما يوسون بتقعد مع المعلمة بتعرفها انها مش عارفة ايه السبب اللي يخليهم يكرهوها وتنمروا عليها كده، فبتعرفها ان ده ملهوش تبرير وان ده طبع فيهم مش اكتر. وبتعرفها برضو انها بتغير من اختها جدا لانها عاشت مع والدتها وهي لا، وانها بتشبهها كتير عنها. وتاني يوم بتقرر يوسون ان هي اللي تروح المدرسة في اليوم ده، واول ما بتوصل بتسمع كلام من المعلمة ومدير المدرسة مع والدة البنت المتنمرة، وبتأمرهم انهم يمشوا يوسون من المدرسة في اقرب وقت ممكن. وبيبان ان والدتها ليها سلطة كبيرة في المدرسة، وبيطمنوها انهم هينقلوها لمدرسة تانية قريب جدا. وبتتصدم يوسون من كلامهم وبتجري وبتدخل حمام المدرسة وهي خايفة وبتعيط. وبتكون موجودة البنت المتنمرة وبتستغل الفرصة وبتكون ناوية انها تأذيها. وبتظهر بعد كده اول ما بتوصل البيت وبتفقد الوعي وبيبان عليها التعذيب، والمعلمة واختها بيعرفوا انها تعرضت للتنمر تاني من نفس البنت. وهنا اختها بتنزل وبتهدد البنت المتنمرة بفيديو ليها وهي بتعيط، وبتعرفها ان هي هتوري الفيديو للشرطة ووالدتها كمان، وبتأمرها انها تقابلها دلوقتي على الجبل. وبتخاف البنت المتنمرة وبتروح عشان تخلص منها ومن تهديدها ليها. واول ما بتوصل بتخبطها يونا على دماغها وبتخليها تفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها على نفس الجبل اللي عذبت فيه يوسون. بيكون مكان منعزل عن العالم مفيهوش اي كاميرا مراقبة، وبدأت تصورها وتتنمر عليها من غير رحمة، وبتعيد معاها نفس اللي حصل مع اختها، وبتبقى معاها مية نار وناوية تشوه وشها، وبترعبها بتقول لها هسيبك تمشي ولكن لو عرفت الاقيكي ساعتها هشوهك فعلا. فعلا البنت بتهرب من المكان ولكن يونا بتقدر ان هي تلاقيها بكل سهولة، وبتعرفها ان تعذيبها ممتع بالنسبة لها. وبتظهر فجأة اختها يوسون وبتعرفها انها مش عايزة كده، وبتبدأ تفك في البنت المتنمرة لحد ما يونا بتبعدها وبتقول لها انك جبانة، انت من جواكي متحطمة ولسه عايزة تساعديها. وبتوجه كلامها للبنت المتنمرة بتقول لها انت مصدومة طبعا دلوقتي علشان احنا توأم، والبنت بتترجاها انها ما تموتهاش. وبتظهر المعلمة وبتعرفها ان الشرطة عرفت باختفاء البنت، وفعلا الشرطة بتبقى شاكة في يوسون وبيتم التحقيق مع يونا، وبيعرفها ان البنت اتنقلت على المستشفى، وبيسألوها اذا كانت هي اللي عملت فيها كده ولا لا. وقبل ما بتجاوب بتدخل المعلمة وبتقول لهم ان هم يوقفوا التحقيق. ولما المحقق بيواجه كلامه ليوسون انها تتكلم لان ده هيساعدها في القضية بتاعتها، وبيسألها ليه عملت كده في الضحية. فبتعرفوا المعلمة ان يوسون هي الضحية، ومن فترة كانت هي اللي في نفس المكان وحصل نفس الحادثة والقضية اتقفلت. وبتعرفوا ان البنت لما تفوق هي مستعدة تاخد تعويض، وبيستغربوا جدا من كلامها. وبتخرج مع الشرطي والمعلمة بتهددها انها ما توقعش يوسون في مشكلة مرة تانية، وعرفتها انها تستناها في العربية. ولما بتخرج بره بتقابل والدة البنت المتنمرة وبتبقى عايزة تضربها على اللي عملته ببنتها، ولكن الشرطي بيتدخل وبيفرقهم من بعض. وبتطلب منها يونا تضحك عشان تعرف ضحكة بنتها المستفزة دي واخدها من مين، منها ولا من والدها. والست بتهددها ولكن بتعرفها يونا ان ده كله بسبب بنتها وانها بتخوفها شوية مش اكتر. فهنا بيسألها الشرطي يعني انت فعلا اللي عملت فيها كده وجرتيها عند الجبل. فبتعرفوا يونا ان هو ما ينطقش اسم يوسون ده تاني، وان يوسون اللي بتدور عليها دي مرمية في البيت وجسمها بيرتعش من الخوف دلوقتي. وبتهدده انه ما يندهش عليها بالاسم ده تاني لانه بيعصبها جدا، وانها مش هتتعاقب بسبب ان سنها صغير. وبتعرفوا برضو ان هي هتمسك كل الستات الاشرار وهتقتلهم واحدة واحدة. وبتسألها الست مين اللي وراها وبيخليها
تعمل كده، فبتعرفهم وهي بتضحك ضحكة شريرة كده اللي وراها هي معلمتها الاستشارية اليونغ، وبتفضل تضحك وبتسيبهم وبتمشي. والشرطي بيبدأ يبحث عن المعلمة دي وبيفكر في كلامها، ولكن ما بيكونش فيه اي اثر ليها، وبيسأل مين اصلا اللي قدم بلاغ، فبيكتشفوا ان هي نفسها يوسون اللي بلغت الشرطة. وبيبقى الشرطي بيفكر في كلام يونا ونظراتها، وبيروح على بيت يوسون ولكن ما كانش فيه حد، وبتجيله مكالمة ان الضحية فائت، وبتكون خايفة جدا وبتعرفهم ان يوسون ما كانتش لوحدها وان هي كانت بتتكلم مع اشخاص تانيين، والرعب مسيطر عليها. وهنا الشرطي بيشك في يوسون وبيفتكر نظراتها، وبنعرف هنا ان البنت المتنمرة دي لما كانت في الغابة مع يوسون كانت شايفاه وهي بتكلم نفسها، ولكن ما كانش فيه وجود للمعلمة ولا حتى ليونا. ومرة بتبقى عايزة تقتلها ومرة تانية بتحاول تفك في ايدها، وصوتها بيتغير وبتتكلم بكذا شخصية. وهنا بتدخل البنت المتنمرة في صدمة، وحتى لما كانت مع الشرطي بنعرف انها كانت لوحدها طول الوقت ده، وان هي اللي كانت بتتكلم بشخصية المعلمة ومفيش اصلا حد جنبها. حتى لما كانت في المستشفى ما كانتش ليها وجود المعلمة، وان هي اللي وقفت الانتحار بنفسها، ولكن كانت في الوقت ده منتحلة شخصية معلمة. وبنعرف ان السبب اللي وصل يوسون كده ان هي كانت ضحية لتعنيف، وانها فضلت يوم كامل على الجبل. في الوقت ده نادت على نفسها التانية اللي هي توأمها الشجاعة والقاسية يونا، وخلقت لنفسها معلمة استشارية هادية وعالة اللي هي اليونغ. وان ده كله كان من خيال يوسون، وحالتها اتدمرت جدا. وفي الاخر قررت ان هي تسافر بره البلد وتسيب المدرسة، والشرطي كان مراقبها لانه عرف حقيقتها ومتعاطف معاها جدا. وبتركب العربية مع حد وفجأة بتختفي العربية، وبيسأل هنا الشرطي نفسه وهو ممكن يكون فعلا الشخصيات دي موجودة في الحقيقة اللي هم اصلا ملهمش وجود الا في خيالها، وبيلوم نفسه ان محدش قدر يحميها ويقف جنبها في الوقت ده، والاشخاص المجهولين دول هم اللي جابوا حقها. وبينتهي قصة النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي جاية. كانت معاكم روما من قناة افلام روما. باي.